هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عايزه النهارده اتكلم على موضوع مهم جدا ممكن بيأثر في ناس كتير. اوقات بنسمع تعليقات بيبان انها نقد لكن جواها بيبقى هجوم على الشكل، هجوم على الشخصيه، هجوم على نيتك، وكل ده بيتغلف بكلمات ناعمه زي انا اسف، انا ما اقصدش اهاجمك، انا بقول الحقيقه. وهو ده بالظبط اللي حصل لي الاسبوع اللي فات. كان في حد كاتب لي كومنت على فيديو ليا، هيظهر هنا قدامكم، هنا او هنا مش عارفه لسه، وكان ده الكومنت. خلينا نقراه سوا. الحقيقه هو تعب نفسه وكتب لي كومنت طويل، عريضه كده كبيره، بيقول لي فيها انه بيحلل شخصيتي بناء على شكلي، وان ملامحي بتقولي شخصيه سطحيه ومحبه للمظاهر ومتدلعه، وان حياتي كانت سهله، وده بيخليني مش مؤهله اتكلم في علم النفس. تعالوا كده نبدا الحكايه ونحلل التعليق عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. اول حاجه ان التعليق بدا بمعلش اعذريني، وده دايما بيبقى بدايه التبرير لاي حاجه مش محترمه جايه بعد كده. الراجل استخدم حاجه اسمها علم الفراسه، وقال ان ملامحي عشان وشي عريض او في صفات معينه بتقول اني شخصيه سطحيه وان افكاري غير عميقه. طب تعالى نناقش كده اللي بيقوله ده، وهل علم الفراسه يخلينا نقدر نحكم على الناس؟ اول حاجه، علم الفراسه كان علم قديم كانوا بيستخدموه عشان يحللوا الشخصيه بناء على شكل الوش. يعني انك تحاول تفهم شخصيه الانسان من ملامح وشه زي الجبهه والعين والدقن وكده. ناس بتقول مثلا ان الشخص اللي جبهته واسعه بيبقى شخص ذكي زي كده. المفروض ان انا ما اعرفش ازاي ذكيه وسطحيه في نفس الوقت، بس ما علينا. وناس تانية بتقول ان اللي دقنه بارزه عنيد. ماشي، بس تفتكروا الكلام ده دقيق؟ الحقيقه الفراسه مش حاجه جديده خالص، دي حاجه من ايام ارسطو. الراجل كان شايف ان ملامح الوش بتدل على الاخلاق. في الصين مثلا كانوا بيستخدموه عشان ياخدوا قرارات مصيرية. لكن خلي بالك العلم ده مثير للجدل جدا، لان تم استخدامه في اوقات تانية بشكل غلط، زي العنصرية والتصنيف حسب الشكل. في مقالة اتنشرت في ساينتفك امريكان كانت بتقول في محتواها يعني ان العلم الحديث لا يدعم علم الفراسة كأداة موثقة لتحليل الشخصية، لان الموضوع ده في الاصل كان جزء من موروثات الشعوب، وكان بيستخدم في وقت ما فيش فيه اي وسائل تانية لتحليل السلوك. لكن دلوقتي ما ينفعش نحكم على حد من مجرد شكل قرته او حجم مناخيره. ده اسمه تحامل، وممكن يدخل في عنصرية أو تنمر أو تنميط غير مقبول. يعني مثلا علم النفس اللي أنا بتكلم فيه بيعتمد على دراسة السلوكيات والمشاعر والتجارب، مش على شكل الوش. طب يا ترى هو العلم ده حقيقي؟ يعني ممكن فعلا نحلل الشخصية بناء على شكل الوش، ولا دي خرافة بما أنهم كانوا بيستخدموها زمان؟ بص أنا هشرح لك. دلوقتي العلم الحديث بيقول لنا إن الفراسة مش دقيقة 100%، يعني مفيش دليل علمي قاطع بيأكد إنها بتحدد الشخصية فعلا. هو في حاجات ممكن تبان علينا من شكل وشوشنا لما نبقى متضايقين أو مبسوطين، بس دي مجرد ردود أفعال مش طبيعة ثابتة فينا ولا تحليل شخصية، والاعتماد الكامل عليها ممكن يخلينا نظلم ناس أو نحكم عليها غلط، ودي أخطر حاجة. طب لو عايزين نستخدمها نعمل إيه؟ نستخدمها عشان نحاول نفهم مش نحكم. يعني هي ممكن تساعدنا ان احنا نفتح باب للحوار، لكن طبعا ما نقدرش نستخدمها كذريعه ان احنا نقول لحد انت كذا عشان شكلك كذا. كل انسان مختلف ووشك مش كتاب مفتوح دايما. يعني من الاخر يا صديقي، علم الفراسه ممكن يكون اداه ظريفه نتعرف بيها على بعض، بس طبعا عمره ما يكون اداه نحكم بيها على بعض. الناس اكبر واعمق من ملامح وشهم، والجوهر عمره ما هيتشاف بالعين. لازم نحس الشخص ونتعامل معاه عشان نقدر نحكم عليه. فكر في اللي حواليك وافتح لهم باب الفهم مش باب الادانه. على النت بقى دلوقتي الموضوع اتقلب خالص. ناس بتدخل على صور ناس وتقول لك دي متدلعه، دي سطحيه، انت مغرور، انت شكلك مش نافع، وبيسموا الكلام ده علم نفس او فراسه. والمصيبه الاكبر ان الناس دي بتستخدم المصطلحات دي كانها شهاده دكتوراه، لكن في الحقيقه هم بيستخدموا الكلام ده عشان يقللوا من الناس اللي حواليهم ويحطوهم في قوالب ضيقه. وده خطر جدا لانه تحول من كونه وسيله للفهم وبقى وسيله للهجوم والنبذ. دكتوره ليليان بريدجز مثلا كانت بتقول جمله مهمه جدا في كتابها Face Reading in Chinese Medicine: قراءه الوجه وسيله للشفاء مش للحكم على الناس. حتى في الثقافه الصينيه زمان قراءه الوجه كانت بتستخدم علشان تفهم الانسان مش علشان تكسره. فازاي حد دلوقتي يجي يقولك انت ما تنفعيش عشان شكل مناخيرك كبيره ولا عيونك واسعه؟ ده مش علم، ده تنمر مقنع. فالحقيقه شكلك مش بيحدد شخصيتك، ولا ملامحك هي اللي بتقول اذا كنت انت نافع ولا لا. علم الفراسه الحقيقي بيحترم الانسان وبيحاول يساعده يفهم نفسه اكتر، لكن اللي بيعمله بعض الناس على النت ده قله احترام مش علم. فالمره الجايه لما حد يجي يحاول يحكم عليك من شكل وشك، فافتكر دايما انت اكبر واعمق من اي ملامح، واللي مش شايف ده هو اللي محتاج يتعالج. نرجع بقى للتعليق بتاعنا. الخطورة في التعليق ده ايه؟ ان الشخص ده دخل بيهاجمني من بوابة ده علم وانا فاهم، ولما رفضت كلامه قال لي الحريات ما بيفهموش النقد. شفتوا ازاي الهجوم بيتحول لتقليل؟ والهجوم ده دايما بيبدأ من انا بقول الحق، وبيوصل لانت مش قادرة تفهمي اصلا، انت وعيك قليل. والاخطر كمان انه استخدم شكلي كوسيله لتقييم فكري وشغلي، وساب كل اللي بقوله ومسك في صورتي. ليه بقى ده خطير؟ عشان لو بنت عندها قله ثقه بنفسها وشكلها، طبعا الكلام ده هيأثر عليها وهيخليها كده تاخد خطوه لورا وتتردد في انها تدافع عن نفسها وعن فكرتها. طيب
عايزين نتعلم مع بعض لما نتعرض لموقف زي ده ازاي نرد على النوع ده من الهجوم. طبعا انتوا ممكن تسالوني انت ليه يا ياسمين بتعملي فيديو مخصوص عن كده، واحد دخل هاجمك وكتب لك كومنت وانت رديتي عليه وخلاص يعني خلصنا. الحقيقه انا مش بعمل الفيديو ده عليه خالص ولا علشاني، انا خلاص خدت حقي في الكومنتات ومش فارق معايا اصلا الموضوع، وهو كمان معرفش يكمل في الجدال بتاعه. لكن الموقف ده كان فرصه هايله جدا بالنسبه لي اني اتكلم على النوع ده من الهجوم اللي ممكن نكون بنتعرض له كلنا، سواء بقى بنات او رجاله، في محيط الشغل، في محيط العيله، مع صحابنا، اللي هو دايما تلاقي حد كده في دايرتك مش بيحبك لسبب ما يخصه هو، وده طبيعي وتمام، يعني انت مش مطلوب منك انك تعجب كل الناس، ده عادي. فلو الشخص ده حاقد عليك بيبدا يقلل منك بشكل تدريجي، ويلبس كمان وش العلم كانه بيتكلم من ورا مرجعيه، فانت بتقف في حته كده انت مش عارف ترد عليه. ولو طلعت واعي وعرفت توقفه عند حده بيرد عليك انت ما بتفهمش النقد، انت مش بتتقبل الراي الاخر، ويدخل بقى في وصله اتهامات لشخصك. وفي النهايه بقى لو اتزنق خالص يقول لك شفت انت جيت عليا، انا مش مسامحك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. النوع ده بقى موجود حوالينا في كل حته، وانا شخصيا اتعرضت له كتير قوي. عشان كده كان لازم اعمل الفيديو ده عشان نوعي بعض بخطوره وجود الاشخاص دي حوالينا، وعشان لو حد شخصيته ضعيفه شويه ممكن يتاثر ويشك في نفسه زي ما انا كنت زمان. ولاني قدرت اقوي شخصيتي واتعلمت فنون الرد كان لازم اعمل لكم الفيديو ده. طيب دلوقتي يا ياسمين احنا تعرضنا لهجوم من النوع ده، المفروض نعمل ايه؟ بص يا سيدي، اول حاجه افصل بين شخصيتك وراي الناس فيك، واعرف ان مش كل تعليق لازم ترد عليه، لكن لو قررت ترد لازم يكون الرد راقي وثابت، واوعى تدافع عشان تثبت انك تستحق، انت بالفعل تستحق من غير اي حاجه. في كتاب اسمه The Gifts of Imperfection كان في مقولة مهمة جدا بتقول فيما معناه ما تصغرش نفسك وما تتكبرش، لكن اقف على أرض ثابتة. طيب ليه النوع ده من التعليقات والهجوم مؤذي وبيضرنا وممكن نكون مش واخدين بالنا وبناخدها بهزار وبنعدي الموضوع؟ لأنه بيخلي الناس يحسوا إنهم مش كفاية حتى لو بيحاولوا يعملوا حاجة كويسة، ولأنه بيزرع شكوك في عقول البنات وبيوصل لهم رسالة إن شكلك هو اللي بيحدد شخصيتك وقيمتك في الحياة. وإحنا بقى جينا نكسر القاعدة دي مش نمشي وراها. أنا رديت عليه باحترام ووضحت إن اللي بيقوله ده مش علم دقيق، وإن التحليل ده ما ينفعش يكون هو اللي يحدد مين اللي يتكلم في علم النفس او لا. لكن في الاخر هو رجع واتهمني اني هجوميه وانه مش مسامحني على رد فعلي، وهنا فهمت اكتر. الشخص ده مش جاي يناقش، الشخص ده جاي يثبت لي اني اقل. في النهايه انا عايزه اقول رساله لكل بنت ولكل حد بيتفرج على الفيديو ده، بس يعني البنات بالاخص لان هم اكتر ناس بيتاثروا بالتعليقات، والموضوع ده بيأثر في نفسيتهم قوي وبيقل ثقتهم بنفسهم. عايزه اقول لك ان شكلك مش هو اللي بيحدد قيمتك، ولما حد يستخدم علم زائف عشان يقلل منك افتكري انك مش مطالبه انك تبرري ولا تفسري، انت كفايه بعقلك باحساسك بطريقتك. وكل مره حد يحاول يسحبك لتحت خدي خطوه لفوق وانشري علمك اكتر. ولو قابلتي قبل كده موقف زي ده اكتبهولي في الكومنتات خلينا نضحك عليه. احنا هنا عشان ندعم بعض مش نهد بعض. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد، وقولوا لي لو بتحبوا النوعيه دي من الحلقات اعمل منها كتير، بس ان شاء الله ما نعملش من النوعيه دي كتير لان ده كان رد على حد برضو توكسيك، فيعني ما يبقاش في حياتنا ناس توكسيك كتير. بس قولي لي لو عجبتكم الحلقه واعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد. باي.